تيجوا بقى النهارده كده نعمل أفكار من حاجات في بيوتنا ممكن جدًا نكون بنركنها أو حتى كمان بنرميها وما نعرفش قيمتها. أول فكرة عندي النهارده كده هاستخدم فيها الجردل ده، شِلته منه الجزء اللي بيكون فوق وبعد كده هاستخدم بقى أي قماشة عندي. ممكن طبعًا نستخدم السيكر لو إحنا حابين، حطوا بقى كده لايك جميل زيكم وتعالوا نشوف الأفكار بتاعة النهارده ونكملها مع بعض. أنا هاستخدم أي قماش متوفر عندي وهابتدي إن أنا أغلف طبعًا الجيركن بتاعي أو العلبة بتاعتي من ناحية جوه بالشكل ده. وبعد كده هاخد مقاس القاعدة من بره ونقص بقى الجزء اللي احنا أخدناه مع بعض وبعد كده أكيد هنثبتها من جوه. باحط الشمع بتاعي وبعد كده باحط بقى الجزء اللي احنا عملناه مع بعض، وطبعا هيثبت معايا كويس جدا والدنيا كلها هتبقى تمام إن شاء الله. نفس الفكرة برضه برّه، هابتدي إن أنا أحط الشمع بتاعي بالشكل ده، وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أجيب نفس القماش بتاعنا، وهابتدي إن أنا أثبّته هنا. ممكن طبعًا نستخدم أي قماش من أي حاجة قديمة عندنا. ده خرطوم بقى كهربا كده كان عندي، هابتدي برضه إن أنا أستفاد بيه واستغله. أول حاجة كده هابتدي إن أنا أحط عليه كده شمع، وبعد كده هالِف بقى براحتي خالص، مش كل شوية هنحط شمع ولا أي حاجة، الموضوع سهل جدًا، جدًا، وهتلاقوها كمان كده خلصت معاكِ بسرعة أوي. واستخدمت بقى هنا خيط مكرمية. هنا بقى هاحط برضه الشمع بتاعي وهابتدي إن أنا أثبت الاتنين دول في بعض وما نقلقش خالص هيثبتوا كويس جدًا، بس ما نشيلش إيدينا غير طبعًا ما أضمن إن هُم مسكوا كويس أوي. وعملت منهم اتنين، وبعد كده هاجيب بقى العلبة بتاعتي أو الجيركن بتاعنا، وهابتدي بقى دلوقتي إن أنا طبعًا أقفل أول حاجة الجزء ده كده من ناحية تحت، أما التاني كنت كده مقفلاه. بس هنا هاحط كده الشمع بتاعي أول حاجة، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أثبت طبعًا الجزء اللي إحنا عملناه مع بعض. هانزّلها بس شوية كده علشان تبقى مضبوطة معايا وده هيكون شكلها، وعلشان طبعًا أضمن إن هي هتكون ثابتة معايا جدًا، هابتدي برضه إن أنا أخدمها كويس جدًا بالشمع من ناحية تحت. طيب بعد ما خلاص بقى ثبّتناها كده والدنيا كلّها تمام، شايفين بقى الجزء اللي هيكون باين عندي هنا أكيد مش هاسيبه كده، هاستخدم هنا بقى حبل خيش وهابتدي بس إن أنا أحطه فوق كده فهيدّيني شكل حلو جدًا، وكمان بقى بصراحة هي كانت محتاجة الخطوة دي. طيب أنا لو مش عندي بقى حبل خيش ما فيش مشكلة خالص، ممكن نستخدم خيط مكرمية ونعمله ضفيرة فهتدّينا برضه نفس النتيجة. نزلت برضه كده ناحية تحت وهابتدي برضه إن أنا أحط كده جزء تاني من الحبل اللي معايا بالشكل ده. في متابعين كتيرة جدًا بتسألني على أفضل مسدس شمع ممكن نشتريه. أفضل مسدس شمع هو التايواني، بيتباع فين؟ بيتباع عند أي محل بتاع أدوات خياطة. بعد كده هاثبت أي بقى حاجة للتزيين واستخدمت هنا الاسترس ده هيكون شكله حلو جدًا. أما هنا في الجنب بقى هاجيب الوردات الحلوة دي وهابتدي برضه إن أنا أثبتها بالشكل ده. باحط أول حاجة الفروع بتاعتنا وبعد كده طبعًا بابتدي إن أنا أثبت الورد بتاعي بمنتهى السهولة. عايزة أقول لِك المسدس بتاعي عندي بقى له كتير جدًا وما شاء الله بجد أفضل مسدس شمع تقريبًا كده أنا جبته. وكده خلاص ثبتنا الورد بتاعنا والدنيا كلها تمام لحد هنا، ومش هنعمل بقى حاجة أكتر من كده. وهنستخدمها بقى ممكن نحط فيها ورد بالشكل ده أو نستخدمها بقى كمنظم، هتاخد معانا حاجات كتيرة جدا نحطها طبعا في أي مكان إحنا حابينه. عايزة أقولك بقى إن أنا استخدمتها كمنظم وبصراحة كانت فكرة حلوة جدا وخدت معايا حاجات كتيرة جدا. ودي كانت أول فكرة عندي النهاردة. حطوا كده لايك جميل زيكم. تعالوا بينا بقى دلوقتي نروح على تاني فكرة عندنا النهاردة. وتاني بقى فكرة عندي النهاردة هستخدم فيها اللبيسة نفسها بتاعة القلم، وهستخدم فيها كمان الجزء اللي احنا طبعا شلناه من الفكرة الأولى. أول حاجة هنعملها هنجيب القطر بتاعنا وهساوي بقى الجزء ده. كل الحاجات الزيادة دي هستغنى عنها خالص، فمش هحتاج بس إن أنا يكون عندي غير هو الإطار اللي فوق ده. وبعد ما خلاص بقى سويناها والدنيا كلها تمام ده هيكون شكلها. هنجيب بقى دلوقتي قطعة كرتون عادية جدا وبعد كده هناخد طبعا المقاس بتاعها. ولما نعلم لنفسنا نعلم من بره مش من جوه، علشان طبعا المقاس بتاعنا يطلع مظبوط. وهنا عملت منها اتنين هيكونوا نفس المقاس. وبعد كده هجيب بقى الشمع بتاعي وهستخدم هنا برضو خيط المكرمية، وممكن طبعا نستخدم خيط خيش لو احنا حابين. كل الخيوط دي بتتباع رخيصة جدا عند أي محل بتاع أدوات خياطة، ودلوقتي كمان بتتباع في المكتبات وبرضو متوفرة جدا. وكده خلاص غلفتها كلها او لفيت الخيط بتاعي كله. هاجي بقى دلوقتي لقطعة الكرتون اللي احنا عملناها مع بعض في الأول، وهحط أول حاجة كده الشمع بتاعنا. وهنستخدم بقى هنا أي قماش حابين نستخدمه. أنا هنا استخدمت قماش خيش هيكون حلو جدا في الفكرة بتاعتي وكمان لايق قوي. هشيل بس كده الجزء الزيادة ده وبعد كده هنجيب بقى القماشة بتاعتنا وهندخل كل الزيادات اللي هتكون عندنا دي ناحية جوه. اضغط بس بايدي كويس جدا علشان اضمن برضو ان القماش بتاعنا مسك كويس قوي والدنيا كلها تمام. نحط بقى الشمع بتاعنا على طبعا الإطار بتاع الدايرة بتاعتنا دي. وبعد كده هجيب الجزء اللي احنا عملناه في الأول خالص ونثبتها هنا كويس جدا. فده هيكون الشكل عندنا. وبعد كده هجيب الجزء التاني اللي احنا برضو عملناه من نفس الكرتونة بتاعتنا الدايرة التانية، وهقسمها بس نصين مش أكتر من كده. ونفس الفكرة برضو هحط عليها شمع بالطريقة دي، وهبتدي برضو إن أنا طبعا برضو أغلفها. باحط الشمع وبعد كده باحطها على القماشة اللي أنا محتاجة إن أنا طبعًا أغلفها بيها، وبعد كده باشيل كل الزيادة. أما بقى بالنسبة للزيادة دي بنسيب حوالي كده سنتي ونص أو سنتي، كلها هادخلها ناحية جوه بالطريقة دي.
وإن أنا أغلفها من ناحية واحدة بس، مش محتاجة خالص بصراحة إن أنا أغلفها من ناحيتين، لإن كده مش هتبان. وبعد كده بقى هاجي هنا في النص وهابتدي إن أنا أثبتها كويس جدًا بالشمع بتاعي. نيجي بقى هنا وممكن بقى نحط أي حاجة إحنا حابينها، حبل خيش، شريط خيش زي اللي معايا ده، هيدينا شكل حلو جدًا، وفعلًا هينطقها أوي وهيوديها كده في حتة تانية. نيجي هنا بقى لبِّسة القلم، كان عندي هنا طبعًا اللبِّسات دي هابتدي إن أنا أجيبها، وبعد كده بس الجزء اللي بيكون فيها ده هابتدي إن أنا أتنيه تانية بسيطة أوي كده، وعلى فكرة هي مش هتتكسر ولا أي حاجة، لإن هي مرنة معانا، فمش هيحصل لها أي حاجة لو إحنا تنيناها. هاوصل بس كده للمقاس اللي أنا عايزاه، وبعد كده هابتدي إن أنا أحط هنا الشمع بتاعي، وأدخّل هنا الخيط ناحية جوّه أول حاجة، وبعد كده بقى هالِف الخيط بتاعي اللي هو طبعًا خيط مكرمية أو أيًا كان خيط هنستخدمه ما فيش مشكلة. وهابتدي بقى إن أنا ألِف كده الخيط بتاعي على اللبِّسة كلّها، وزي ما إحنا شايفين مع بعض بابتدي إن أنا أضبطها كده واحدة، واحدة لحد طبعًا ما تضبط معايا. حتى كمان الجزء اللي هيكون باين عندنا ده هابتدي برضه إن أنا أداريه، برضه مش محتاجين إن هي أي حاجة تكون باينة. عملت هنا 2 بنفس الطريقة، هاجي بقى هنا وهاحط بس كده واحدة لولي بسيطة أوي علشان بس أداري الحتة دي، وكمان برضه من ناحية فوق هاحط واحدة تانية بالشكل ده، وطبعًا هنعمل التانية برضه بنفس الطريقة. هنيجي بقى هنا دلوقتي وهنحط الشمع بتاعنا، وبعد كده هابتدي بقى إن أنا أثبِّت الجزئين اللي إحنا عملناهم مع بعض بالطريقة دي كده، واضغط كويس جدًا علشان برضه نضمن إن الشمع بتاعنا هيكون ماسك كويس أوي. لو أنتِ بقى وصلتِ معايا لحد هنا اوعي كده تكوني نسيتِ تحطي لايك جميل زيِّك، وكمان تكتبي تعليق جميل بإيدِك الجميلة، وكمان كده تكتبي لي بتتابعيني من أي بلد، طبعًا باحبكم جدًا وحابة أعرف كده متابعيني الغاليين بيتابعوني منين. أمّا بقى بالنسبة للجزء اللي هيكون تحت ده، هابتدي برضه إن أنا أحط فيه جزء تاني برضه من حبل الخيش بتاعي، فهيديني شكل حلو أوي زي ما إحنا شايفين مع بعض. هنا هابتدي بس إن أنا أثبِّت الجزء من ناحية تحت في الأول، علشان محتاجة برضه إن أنا أعملها كيد من ناحية فوق. كده خلاص هاروح برضه الناحية التانية وهاحط كده الشمع بتاعي زي ما إحنا شايفين مع بعض، وأهم حاجة أضغط كويس أوي كده على الحبل بتاعنا، علشان طبعًا يمسك معايا كويس أوي. الجزء بقى اللي هيكون مفتوح في النُص ده هاحط فيه كده أي وردة عندي زي ما إحنا شايفين مع بعض بالشكل ده. أي بقى نوع وردة عندِك كده حطيها، هيديها شكل حلو أوي. تعالوا بقى كده نشوف هنستخدمها في إيه وهنستخدمها إزاي. كده إحنا عملنا لها طبعًا تعليقة حلوة زي ما إحنا شايفين مع بعض من ناحية فوق، فأكيد طبعًا هنستخدمها ونعلقها بالطريقة دي. ممكن بقى نحط فيها كده فوط في الحمام، ممكن بقى نحطها عند باب الشقة ونحط فيها مفاتيح بالشكل ده، هتكون فكرة حلوة جدًا وكمان عملية أوي. دي تاني فكرة عندي النهارده، حطوا لايك جميل زيكم، وتعالوا بينا بقى دلوقتي نروح لتالت فكرة عندنا النهارده. وتالت بقى فكرة عندي النهارده في كده هاستخدم فيها أي معلقة عندي كده قديمة بقى مصدية ضعيفة أوي كده زي اللي معايا دي، هابتدي إن أنا أعمل بيها الفكرة بتاعتي دي. تنيت بس كده أول حاجة الجزء اللي بيكون فوق، وبعد كده هابتدي إن أنا أجيب معلقة تانية وبرضه هاتنيها بنفس الطريقة، وأثبت بقى الاتنين دول في بعض بالطريقة دي كده. طيب بعد ما خلاص بقى ثبتناهم والدنيا كلها تمام، هنا بقى هاحط الشمع بتاعي وبعد كده هنستخدم أي شريط طبعًا حابين نستخدمه، هنا هاستخدم الشريط الدهبي ده هيكون شكله حلو أوي، باحط بس كده جزء كده أو نقطة من الشمع بتاعتي، وبعد كده بامشي بمنتهى السهولة لناحية فوق. حابة بقى تستخدمي خيط مكرمية ممكن طبعًا تستخدميه، حابة تستخدمي ستان ممكن طبعًا تستخدميه، أي حاجة للتزيين استخدميها ما فيش مشكلة، الموضوع سهل جدًا وكمان بسيط، والبدائل بتكون كتيرة أوي. هنا وصلت لحد هنا، وعلى فكرة أنا باشد برضه الخيط بتاعي علشان طبعًا يطلع معايا مضبوط من ناحية فوق. هنمشي بقى دلوقتي كده لحد طبعًا ما نوصل للنهاية، وما نقلقش خالص الموضوع هيخلص معانا بسرعة جدًا. اكتبوا لي بقى كده دلوقتي في التعليقات حابين نعمل أفكار لإعادة تدوير مع إيه مع بعض، علشان طبعًا أي حاجة بتكتبوها أو بتطلبوها بتلاقوها اتنفذت بعد كده. شايفين بقى الجزء اللي فوق ده بتاع المعلقتين دول، هاجي بقى هنا وبعد كده هابتدي برضه إن أنا أطلع فوق بنفس الطريقة، فالجزء طبعًا بتاع المعلقة التانية هيتدرى خالص، وده اللي أنا محتاجاه. وبعد كده بقى هنشد الخيط كويس أوي، وبعد كده أو الشريط اللي معانا ونثبتها كويس جدًا بالشمع، وده هيكون شكلها. أي بقى كده علبة صلصة عندِك هاتيها، وزي ما إحنا شايفين هاغسلها كويس، وبعد كده هابتدي إن أنا آجي هنا وأحط برضه نفس الشريط اللي إحنا استخدمناه في الأول خالص. الشريط ده على فكرة متوفر جدًا ورخيص جدًا، كنت جايباه كده لفة كده محترمة كانت ب10 جنيه وبيتباع عند أي محل بتاع أدوات خياطة، وفي منه على فكرة برضه كذا لون، بس بما إني بقى باحب الدهبي جدًا تلاقوني كده دايمًا باحب إن أنا أستخدمه في الأعمال بتاعتنا. هالِف بقى دلوقتي العلبة بتاعتي كده زي ما إحنا شايفين مع بعض وهاداريها خالص، مش محتاجة خالص إن أنا أبيّن إن هي طبعًا كانت علبة صلصة. طيب ممكن نستخدم علبة لبن؟ ممكن، بس طبعًا يُفضّل نستخدم علبة صلصة. وكده خلاص وصلنا للنهاية وده هيكون شكلها. نجيب بقى المعلقتين بتوعنا الحلوين دول، وأول حاجة هنعملها هنحط هنا الشمع بتاعنا بالطريقة دي، وبعد كده هنروح على العلبة بتاعتنا وهابتدي إن أنا أثبّتها بالشكل ده. وكده بقى ثبتت معايا كويس جدًا والدنيا كلّها تمام. محتاجة بقى دلوقتي بس إن أنا أكسر كده اللون الدهبي معايا شوية، فممكن بقى إن أنا أحط كده
فرع لولي بسيط أو شريط لولي بسيط كده بالطريقة دي، فهيديني شكل حلو جدًا، وكمان زي ما قُلنا هيكسر بس اللون عندنا شوية. كده خلاص ثبّتت الفرع فوق، هانزل بقى دلوقتي تحت ونفس الفكرة برضه، هابتدي إن أنا أثبّت جزء تاني برضه من شريط اللولي بتاعنا. ممكن كمان برضه إن أنا أحط كده شريط تاني برضه هيدّينا شكل حلو أوي زي ما إحنا شايفين مع بعض، وممكن كمان برضه نحط كده 3 وردات برضه هيدّونا شكل حلو أوي. هنا أنا حطيت كده زي ما إحنا شايفين برضه الوردات بتاعتنا، وحطيت برضه اللولي بتاعنا، بس حطيت وردة واحدة بس. كان عندي هنا بقى المصفى بتاعة الحوض دي كانت زيادة عندي، هابتدي إن أنا أجيبها وأحطها كده في النُص، وزي ما إحنا شايفين مع بعض كده هنكون عملنا طبعًا مبخرة حلوة جدًا، وكمان تنفيذها سهل أوي، وما حدش خالص هيصدق إن إحنا عملناها بإيدينا. وده كان فيديو النهارده، أتمنى فعلًا يكون عجبكم، حطوا كده لايك جميل زيكم، وطبعًا عايزة أعرف إيه أكتر فعلًا فكرة عجبتكم أكتر ممكن تنفذوها، واستنوني إن شاء الله في فيديو جديد، وأسيبكم في حفظ الله وأمنه.